في ناس مم. فعلا عندها قدرة انها تسمع اكتر، وهنتكلم برضو على حكاية الناس اللي بتسمع كتير وبتبقى الخزان كده، ان هي ايوه. خزان وليه لاصحابها. بيسمعوا وليه بيحبوا يسمعوا كتير برضه؟ يعني ليه بيحبوا يكونوا مستمعين اكتر؟ هي دي بتبقى من طبيعة الشخصية وبتبقى منحة كده، يعني الناس مم. اللي عندها القدرة انها تسمع الاخرين دي نعمة عظيمة جدا. مم. المهم بقى البني آدم يبقى واخد باله من حكاية التوازن، انه ما مم. يتسحبش في الحكاية دي، انه يبقى طول الوقت ايوه. بيسمع بيسمع بيسمع، بيبقى السفنجة للآخرين، مم. وفجأة لو هو ما عندوش مساحة تفريغ، هنا بتبقى ايوه فرقع في وشنا الانفجار. ساعتها. بالظبط بالظبط. او في وش اللي قدامنا بدون سبب كده. اوقات كمان ما بنبقاش فاهمين ده حصل ليه. حقيقي. فعشان كده فكرة فعلا يعني زي ما اتفقنا يا سارة وقلنا بنسمع ولا بنتسمع، هي مم. عملية تبادلية يعني. مم. هي لازم تبقى متوازنة، صحيح. وده اللي يعني في وجهة نظري بيحقق العلاقات الصحية والآمنة، انه محدش يبقى غضبان من حد، حد متحمل فوق طاقته من حد.